السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، بحبكم جدا جدا، وحشتوني قوي. هنقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وهنعمل معاكم بقى هنا صاج حجازية، إن شاء الله يطلع معاكم زي العسل وربنا يحسن ما بين إيديكم. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا هنا 400 جرام من السمنة، ومعانا 2 وكوباية زيت شوب كبيرة. أهم حاجة يا جماعة الزيت عشان تفرول معاكم وتبقى جميلة. ومعايا علبتين زبادي، ومعايا كوبايتين كبار من السكر، ومعايا كيلو دقيق من العادي وكيلو دقيق سامولينا ومية دافية. وحطينا كيس خميرة في مية دافية ومعلقة سكر علشان يتفاعل معانا ونتأكد انه هو شغال تمام. هنجيب بقى الدقيق هنا، هنحط عليه رشة ملح، رشة بيكنج باودر عشان تبقى هشة وجميلة. هنحط الدقيق سامولينا على الدقيق العادي يا حبايب قلبي، ونقلب كده زي ما انتم شايفين. بسم الله. هنحط السمنة وهنبسسها زي الكحك بالظبط يا حبايب قلبي. اهم خطوة تبسيس السمنة. هنخلي الدقيق السامولينا والدقيق الابيض والحاجات اللي احنا حطيناها يعني تدمج مع بعضها جدا جدا، على قد ما تقدري تبسسيها زي ما انتم شايفين كده حبايبي. بسم الله. اللهم صل على النبي. صلوا على النبي حبايب قلبي. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا بقت عامله زي حباية الرمل المبلوله كده. هنحط علبتين الزبادي. بسم الله. بعد كده هنحط السكر وهنخلطهم برضو بنفس الطريقه يا جماعه. بسم الله. عايزه طبعا تحطي سكر اكتر براحتك، بس هي كده مظبوطه. ده عمل لي صاج كبير يا جماعه. بسم الله. هنخلطهم كويس جدا. هتقلبي طبعا من فوق لتحت زي ما انت شايفه كده. اعجني زي ما انت عايزه طول ما السمنه والزبادي معاكي، انما لما تحطي الميه ما تعجنيش، تقلبي بس وتلمي العجينه. بسم الله. اخدت معانا يا جماعه 3 كوبايات من الميه مع الخميره، يعني 3 كوبايات بكوبايه الخميره. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. بسم الله. هتقلبي بقى مش هتعجني، مش عايزاها تربي عرق. اهي يا حبيب قلبي لمتها. هتخليها طريه عشان تيجي يعني تروح وتيجي تحت ايدك كده. انا هنا بقول لكم ان هي خدت 3 كوبايات من الميه، طبعا بالكوبايه بتاعت الخميره. هنسيبها بقى ايه ترتاح ساعه، اقل حاجه يا جماعه ساعه، ساعه الا ربع، عشان الحجازيه ما بتخمرش. وهنعمل بقى معاكم الحشوه بتاعتنا على ما ترفع. بسم الله. معانا هنا نص كيلو من الدقيق سامولينا. طبعا انا بحب الحشوه كتير، انت لو مش بتحبيها كتير قللي شويه. ومعايا كوبايتين ونص من السكر، كوبايه صغيره ميه، ومعايا حوالي 4 معالق قرفه. مش بتحب القرفة، في ناس بتحط كاكاو، بس أنا بصراحة بنعشق القرفة وبالذات في الشتاء. تحسي إن هي بتدفي كده يا جماعة وريحتها في منتهى الجمال. بسم الله. هنقلب القرفة مع السكر مع الدقيق السامولينا أو اللي هو السميد، دقيق السميد. وهنحط بقى حبة حبة مية كده، واحدة واحدة، وهنقلب واحدة واحدة. احنا عايزينه بس كأنه حبات رمل مبلولة، مش عجينة يا جماعة. هنبسسه كده بحبة مية. اوعي تحطي سمنة، في ناس قالت لي انا بحط سمنة ومش بتطلع نتيجة كويسة خالص. تحطي مية وسكر وقرفة او كاكاو. عايزة تبدلي القرفة بكاكاو مفيش اي مشكلة، تبقى جميلة برضو، بس احنا بنحب القرفة. هي اخدت مني المج كله يا جماعة، اللي هو الصغير ده. هعملها بقى اهو نرجع لكم تاني اهو. شايفين عاملة ازاي؟ وادي العجينة اهي ارتاحت، ما بتخمرش يا حبايب قلبي. انا بحط لها حبه البيكنج باودر دول، معلقه صغيره شاي كده، علشان ترفع معايا حلو، عشان العجينه دي تقيله، السميد بيبقى تقيل. هنجيب بقى ايه نقسمها العجينه نصين. ما عندكيش ميزان بالوام، عندك ميزان اقسميها على الميزان بالظبط، كل نص قد التاني. اهي يا حبايب قلبي احنا هنا قسمناها.
وجبنا صاج دهناه سمنة، ولو ممكن ما تدهنوش كمان، انا بس دهنته عشان انا بحب القعر بتاعها يعني لونه بني شوية، فمش عايزاه انتي كده عادية. ما تدهنيش سمنة، هتفرديها بكل سهولة، هتتفرد معاكي اهي. وهتعملي بقى حرف كده من الجناب عشان الحشو بتاعنا ما يطلعش بره او يتحرق، عشان فيه سكر. طالما فيه سكر لو طلع بره الصاج هيتحرق اهو. هو بس الطبقة اللي تحت اللي بتعمل لها حرف. اللهم صل على سيدنا محمد، صلوا على النبي يا حبايبي. اللهم صل على سيدنا محمد. هتحطي بقى الحشو وتفرديه وتبططيه تثبتيه كده، عشان لما تيجي تحطي العجينة من فوق ما يروحش ويجي معاكي زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. طريقة سهلة جدا وجميلة، ان شاء الله تطلع معاكي زي العسل. افرديها بسوا بعضها عشان ما يبقاش في يمة فيها حشوة عالية ويمة لأ. تمام كده. بصوا بقى حبايبي، في طريقتين عشان تعملي النص اللي فوق ما يبقاش صعب عليكي. اول طريقة انك تجيبي صاج نفس المقاس وتقلبيه وتحطي عليه ورق استرتش، تمام، وتفردي العجينة على قد الصاج بالظبط وتقلبيها وتفرديها عليه. اما الطريقة التانية دي بقى برضو حلوة برضو معاكي، هتبططي حتة حتة وتحطيها على وش الصاج، برضو كويسة مش وحشة اهي. تشيليها بقى وتحطيها كده على وش الصاج، ممكن تقلبيها عشان تطلع مسوية اهي يا حبايبي. تحاولي ما تضغطيش عليها قوي عشان الحشوة ما تطلعش منك، او العجينة اللي تحت تتفرد وتبقى رقيقة اهي. واحدة واحدة، متقلقيش خالص، العجينة دي بتتعالج يا جماعة. بسم الله اهي، تلزق في بعضها عادي جدا اهي. هنخلص بقى الكمية خلاص كده يا حبايبي. بصوا انا بقى سبت حتة عشان اوريكم ان هي بتتعالج اهي. هنبططها كده بايدينا وبعد كده ايه نحطها. بصي بقى بتلزق ازاي. عجينة الحجازية جميلة جدا يا جماعة، انا من عشاقها عشان بصراحة بكل سهولة بتتبطط، بكل سهولة بتتفرد كده. بسم الله. ما نجيب بقى شوكة نعمل لها بقى منظر ظريف كده زي بتوع المحلات. هناخد خطوط بالطول بالمنظر اللي شايفينه ده. طبعا بتوضح اكتر بعد ما تستوي يا جماعة. بعد كده بقى بناخد في خطوط بالعرض، نجيب بس اللي ما الشوكة ما حصلتهاش من اليمة التانية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بصي بقى، بصي يا حبيبة قلبي، هتقطعيها وهي نية يا اما تقطعيها بعد ما تستوي، بس انا يعني بفضل ان هي تتقطع وهي نية بالراحة كده اهي. الشكل اللي انت عايزاه بقى، عايزاه مثلث، عايزاه مربع، حتت كبيرة حتت صغيرة زي ما انت عايزة، تبقى جميلة احسن بعد ما تسويها بتتهري منك. خلاص كده قطعناها. هنحطها في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 230 من تحت، تمام. يكون انت وهي بعد ما تخمر وتحطي ايدك فيها تكوني انت ايه مولعة الفرن، وبعد ما تاخد لون من تحت تحمريها من فوق بقى، تولعي من فوق. هنطلع حتة معاكم كده. بسم الله ما شاء الله. والله يا حبايبي هتعجبكم قوي. طبعا والله اللون مش واضح جدا زي اللي انا يعني زي الحقيقة، بس ربنا يحسن ما بين ايدينا كلنا يا رب. يلا يا حبايب قلبي، ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلكم معايا كل جديد. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. في رعاية الله وأمنه، مع ألف سلامة حبايبي.